بهدف ضمان الأمن والسلم الدوليين. وقد أتى ذلك الفيتو الأخير والمتكرر ليضرب بهذه الالتزامات عرض الحائط ويسمح لإسرائيل باستمرار عدوانها الغاشم على المدنيين العزل في غزة. إن تكرار مثل هذا الموقف يؤكد بشكل قاطع صحة ما ذهبت إليه مصر والكثير من الدول الأعضاء بضرورة إصلاح مجلس الأمن بشكل شامل، وفي مقدمة ذلك تصحيح العوار الخاص بمسألة الفيتو مرة واحدة وللأبد. ثانيا، تشدد مصر أن هذا الفيتو الأخير لا يغير من حقيقتين ساطعتين، أولاهما أن إسرائيل ارتكبت وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة ممنهجة في غزة يقف وراءها اليمين الإسرائيلي المتشدد وكبار قادة إسرائيل، وهو ما يستوجب حتما المحاسبة وإنفاذ العدالة. والحقيقة الثانية الساطعة هي وجود إجماع دولي واضح وقاطع على ضرورة وقف هذه الحرب الجائرة فورا وإنقاذ الشعب الفلسطيني وإيقاف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين في غزة، وهو ما عكسه التصويت الكاسح المؤيد للقرار الذي اتخذناه في 12 من يونيو. ثالثا، يقع علينا جميعا واجب قانوني وأخلاقي ولا يمكن التحلل منه برفض مثل هذا الفيتو، ورفض أن يكون غطاء سياسيا أو قانونيا لاستمرار الحرب. فحق النقد لا يسمو على القوانين الدولية بل وعلى الطبيعة البشرية التي ترفض قتل الأطفال والأبرياء في غزة. وأعضاء الأسرة الدولية ملزمون سويا وكلا على حدة باستخدام كافة الوسائل للضغط على إسرائيل وإجبارها على وقف العدوان وإنهاء الحصار